أهلا بيكم النهاردة وفيديو جديد. وفي البداية حابة أرحب بكل المشتركين معايا في القناة وكل المتابعين من كل مكان، وحابة أشكركم بجد على كل تعليق جميل بشوفه وتعليقاتكم ليا على القناة، ومبسوطة جدا إن فيديوهاتنا بتفيدكم. اللي لسه لأول مرة يشوفنا النهاردة تابعنا واعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. والنهاردة حلقتنا هتكون مميزة جدا لأصحاب الأهداف، الناس اللي نفسهم يحققوا نجاحهم، الناس اللي نفسهم ينجحوا ويوصلوا لهدفهم. الحلقة النهاردة هتكلم عنها، وفي حلقات كمان جاية هناخد سلسلة من الحلقات بنتكلم عن الموضوع ده ازاي احققه. في البداية لازم نعرف ان ياما ناس حطت لنفسها هدف وحققته بالفعل ووصلت له، ودي حاجة كويسة جدا. وفي ناس تانية لسه يعني بتحط الهدف، توصل ليه شوية، تسعى ليه في الطريق شوية وبعد كده تقع شوية، وهكذا حياتها يعني مش ماشيه في اتجاه الهدف بشكل صحيح. يا ترى ليه؟ ويا ترى ليه اهدافنا مش عارفين نوصل لها؟ في البدايه اول خطوه معانا هو انك تقيمي هدفك. هو الهدف ده بتاعي انا ولا بتاع غيري؟ ايه ده، هو بتفرق ولا ايه؟ ازاي يعني ايه هدفي ولا هدف غيري؟ هقول لكم مثال. الاب او الام ساعات بيبقوا يتمنوا ان يشوفوا ولادهم في مكانه معينه، او في وظيفه معينه، او وصلوا لجامعه معينه، او عن طريق احلام الوالدين بينضغط نفسيا على الاولاد ان هم يسعوا لتحقيق هدف والديهم، لكن هو ما كانش هدفهم هو في النهايه او في البدايه يعني. فعلشان كده تبدا الاحلام او تبدا الاهداف يحصل فيها نوع من انواع الفتور، وفي اثناء طريقنا للسعي ليها نحس ان احنا متكاسلين، مش عايزين، مش حاسين بحماس للامر ده، مش حاسين. بس بنحاول نرضي والدينا، بنحاول نرضي ماما. اصل ماما كانت نفسها ان انا ادخل كليه الطب وابقى دكتوره كبيره ومشهوره، ودايما تقول لي ذاكري عشان تبقي دكتوره، ذاكري عشان وهكذا. لكن طب في قرار نفس البنت، هل هي فعلا كانت نفسها تبقى دكتوره ولا لا؟ اصل القالب المجتمعي هو عايزني ابقى دكتوره، القالب المجتمعي عايزني ابقى متزوجه، ومتزوجه حد بشكل مواصفات معينه. طب الحاجات دي يا جماعه احنا اتكلمنا عنها في فيديو سابق. حته ان هدفك ده بتاع مين؟ عشان كده بقول لك في البدايه قيمي هدفك. هو هدفك ده بتاعك انت ولا بتاع حد تاني؟ في ناس بعد ما بتوصل لهدفها اللي هي بتقول عليه هدفها بتقول لك انا مش سعيده، انا مش مبسوطه، انا حاسه ان انا صحيح انا بقيت حد مشهور، حد كويس في مركز كويس مرموق، بس انا مش عارف ليه جوايا مش سعيد. عارفين ليه هو مش سعيد؟ هو مش سعيد لانه كان من الواضح ان هو لو ذاكر التاريخ بتاع الهدف ده هيلاقيه بتاع بابا او بتاع ماما او بتاع حد من المجتمع حواليه او حد من اسرته او حد من اهله. هو تبنى الهدف ليهم من ناحية العاطفة، تعاطف معاهم وتبنى هدفهم هم، فلما حتى بعد ما وصل له ما بقاش سعيد. وهو ده الفرق اللي احنا عايزين ناخد بالنا منه. ان اول خطوة انا عايزة احدد هدف يكون بتاعي انا، يكون هيسعدني انا لما اوصل، يكون هو ده اللي انا فعلا بتمناه. يبقى في البداية الهدف هو هدفي انا. طيب تاني خطوة معانا النهاردة هي انك تشتغلي كويس قوي 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 على انك تحمسي نفسك. الحماس ده نوعين يا جماعه. الحماس في البدايه خارجي يعني من الاهل، اهلك واصحابك بيقولوا لك كلام ايجابي ويشجعوكي على تنفيذ هدف معين. اما الافضل منه وهو الحماس الداخلي او التحفيز الداخلي، وده انت اللي بتعمليه لنفسك مع نفسك. ازاي؟ ان انت بتحمسي نفسك، بتقولي كلام ايجابي لنفسك على الهدف. يلا برافو، ها انت قربتي تحققي هدفك، برافو عليكي، الخطوه دي كانت حلوه جدا في طريقك في تحقيق الهدف. برافو، انت بقالك فتره صبوره وشطوره ومجتهده. ده اسمه حماس داخلي. عندنا حاجه جميله قوي ممكن نعملها مع مخنا، لعبه ظريفه وبسيطه، تمرين صغير قوي ممكن نعمله مع مخنا يخلي الحماس الداخلي ده يزداد ويشتعل اكتر واكتر، ويبقى حماسك الداخلي يديك طاقه لا تنتهي لغايه ما تحققي هدفك بجد. ايه بقى التمرين ده؟ التمرين ده عباره عن هرمون معين انت هتحفزيه في مخك، اسمه هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين هو احد هرمونات السعاده اللي بتتحقق عن طريق ان انت، التمرين بتاعنا انك هتتخيلي نفسك وصلتي للهدف اللي انت كنت بتسعي له او اللي انت محدداه حاطاه لنفسك. تخيلي نفسك انك بتتلقي الجايزه، بتاخدي الدرع بتاع الجايزه دي، او بتاخدي شهاده التقدير بتاعه الشيء ده، او بتحلمي انك تجيبي عربيه، فبتتخيلي نفسك انك جبتي العربيه واخترتي لونها وقاعده وبتسوقيها بالفعل.
بتحلمي إن أنتِ تبقي مديرة في شيء معيّن أو مدير في شيء معيّن في شركة معيّنة مرموقة تخيّلت نَفْسك قاعد على المكتب وبتباشر عملك وقدامك اللابتوب بتاعك وبتشتغل بجد. فاللقطة دي التخيُّل بس ده إنّك تخيّلته كفيل إن هو يعلّي عندك هرمون الدوبامين، كفيل إن هو يدّيك طاقة وpower طول الوقت، إنّك طول الوقت تحس إنّك قوم يالّا، يالّا ورانا كذا، يالّا هنعمل كذا. طيب تعالوا كده نجمّع النقطتين اللي إحنا قُلناهم عشان ما نتوهش. أول حاجة هاحدد هدفي وهاتأكد كويس إن الهدف ده بعد تقييمي للهدف ده إن هو هدفي أنا. تاني حاجة ه هاحفّز عندي هرمون الدوبامين عشان يدّيني حماس داخلي وطاقة داخلية تخلّيني أبقى عايزة فعلًا أقوم وأعمل الهدف بتاعي ده. حلو جدًا. تالت حاجة معانا بقى وهو إنِّك مش عايزاكِ تتكلّمي كلام سلبي عن نَفْسِك مع نَفْسِك. إزاي؟ كلامي يبان ملخبط بس يالّا تعالَ نشرحه بالراحة، وإن شاء الله مش ملخبط ولا حاجة. أول حاجة بنتكلم فيها إن كلامِك السلبي عن نفسِك زي إيه؟ زي أنا ما أعرفش أعمل الحاجة دي، أنا مش قد الهدف اللي أنا حاطاه ده، آآ إزاي بس أنا هاعمل كده؟ أنا قدراتي، أنا إمكانياتي، أنا الكلام السلبي، أنا ما أعرفش، أنا ما أقدرش، الكلام ده كله سلبي. الكلام ده كله يعني هيخلّيكِ حاطة نفسِك في إطار معين ما تخرجيش براه. بُصي كده أقول لِك على حاجة، بُصي للسما، بُصي للبحر، حاجة فيهم ليها حدود؟ السما ما لهاش حدود، والبحر ما لوش حدود، الكون كله ما لوش حدود، سبحان الله. خلّي كمان حلمِك ما لوش حدود، كبّري غيّري وجهة نظرِك عن نفسِك، كبّري إمكانياتِك، غيّري تفكيرِك عن قدرات وإمكانيات نفسِك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: "أنا عند حُسن ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء." يعني كبّري إمكانياتِك، بُصّي للكون كله هتلاقيه واسع ومتسع، وكأن ربنا بيقول لِك مدّي بصرِك، مدّي مدّي تفكيرِك، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيمدِّك بالإمكانيات، بس ابدئي أنتِ البداية في البداية ابدئي أنتِ من عندِك تقولي لنفسِك الكون ده كله مفتوح عشاني، معمول علشاني، ربنا خلقه ليّا، فليه أنا ما اجتهدش وما اسعاش؟ الكون كله بيتحرك، ما فيش حاجة اسمها واقفة في مكانها، البحر بيتحرك والسما بتتحرك وما فيش حاجة واقفة إلا الإنسان اللي مش عايز يحقق هدفه. هو في إنسان مش عايز يحقق هدفه؟ أيوه، في إنسان قاعد مكانه، مش عايز، مبسوط بقعدته دي، مبسوط بالراحة، هو متخيل إن هو في راحة، بل هو بالعكس هو في عذاب نفسي شديد، لإنه كل شوية بيلح عليه تفكيره وإحساسه هو أنا باعمل إيه؟ هو أنا عملت إيه؟ هو أنا وصلت لإيه؟ وخاصةً كمان يعني هيجلد نفسه أكتر لمّا يشوف نجاحات الآخرين اللي من قدّه أو في سنّه أو كانوا زمايله، هيشوف نجاحاتهم وهو كان واقف في مكانه، فهيزعل أكتر على نفسه. فعلشان كده باقول لِك اتحرّكي، اتحرّكي وأنتِ بتتحرّكي اوعي تكلّمي نفسِك كلام سلبي عن نفسِك، اتكلّمي دايمًا كلام إيجابي. طيب الخطوة الرابعة معانا وهي طبعًا الوقت. الوقت عمر يومِك ما هيكون بعد ما حددتِ هدف في البداية وحمستِ نفسِك وما بطّلتِ كلام سلبي عن نفسِك، عمر وقتِك ما هيبدأ زي ما هيبقى زي ما كان. الأول كنتِ متكاسلة، كنتِ بتبقي صاحية الصبح ما أنتيش عارفة أنتِ قايمة رايحة فين والّا هتعملي إيه والّا يومِك ده هيمشي إزاي أصلًا. كان اليوم ماشي كده، كان في كسل و وركون وما فيش طاقة وما فيش حماس يخلّيكِ تقومي أصلًا من سريرِك. كنتِ بتقومي تمسكي الموبايل وتبدئي ترولي عليه. ليه؟ ما فيش حاجة، أنا هاعمل إيه؟ ما أنا هاعمل إيه يعني النهارده؟ هو النهارده زي امبارح، زي بُكرة، زي بعده؟ لكن لأ، اللي عندها حماس بقى وهدف، حياتها ويومها اتغيّر تمامًا. اتغيّر إزاي؟ اتغيّر إن بقى فعلًا عندِك هدف، عندِك هدف وبقى جواكِ حماس وطاقة بيقول لِك قومي أنتِ وراكِ إيه؟ أنتِ هتبدئي تبقي عاملة زي يعني زي الروبوت، هتبقي عاملة زي الروبوت قايمة بس بطاقة وبحيوية وبنشاط إنِّك عارفة أنتِ قايمة ووراكِ إيه هتعمليه. دي كانت رابع خطوة معانا النهارده، إن الهدف هيخلّي يومِك هيبقى متغيّر، يومِك هيبقى متنظّم، يومِك هتبقي عارفة أنتِ قايمة تعملي إيه، لإن أنتِ خلاص حطيتِ هدف وفي طريقِك ناحية الهدف ده. علشان كده باقول لِك إن هدفِك هيساعدِك إن يومِك تفكيرِك ويومِك وثقافة يومِك هتتغيّر تمامًا. ودي النقطة الخامسة اللي هاتكلم معاكم فيها وهي إن يومِك وتضييع الوقت هيحصل فيه إيه؟ أنتِ مش هتعرفي بعد كده تعملي المكالمات اللي كنتِ بترغي فيها في التليفون مع مامتِك وأختِك وأخوكِ وأبوكِ وأهلِك وأصحابِك وجيرانِك، مش هتعرفي تعملي كده، لإن بقى عندِك هدف، بقى عندِك هدف أنتِ بتسعي عشانه وعندِك طاقة داخلية زي ما قُلنا، فهتلاقي نفسِك لا أنتِ هتعرفي تفرّي على وتعملي رول على الفيس ولا على السوشيال ميديا عمومًا ولا على حتى التيك توك ولا أي حاجة، لإنِّك كل شوية هتلاقي نفسِك في زي
يلا يلا انا مش فاضيه لكده، يلا انا مش هضيع وقتي في كده، انا ليا هدف، انا ليا حاجه انا بسعى لها دلوقتي، انا مش هخلي الحاجات دي تضيع وقتي. حتى لو انت دخلتي هتلاقي نفسك بداتي تعملي كنترول على نفسك. ودي الخطوه اللي هي الخامسه اللي بحكي لكم عنها، خطوه الكنترول. هتلاقي نفسك ما بقيتيش بتروحي مع اصحابك تتمشوا وتعملوا شوبينج وحاجات كده بدون داعي. هتلاقي الوقت المهدر في حياتك قل جدا. ليه؟ لان اتحط بداله حاجه بقى فيه هدف، بقى فيه معنى لحياتك. طيب ايه بعد اللي احنا قلناه ده كله يسبب ان انا برضه ما اوصلش لهدفي؟ وايه هو المقياس الصحيح اللي انا لما احط فيه الهدف بتاعي اعرف اوصل لهدفي؟ اعرف اقول انا نجحت، انا وصلت، انا حققت الهدف بتاعي ونجحت خلاص. امتى اقول كده؟ اقول كده هتكلم معاكم فيه في فيديوهات بقى جايه تانية، عشان الفيديو بتاعنا ما يطولش النهارده اكتر من كده. واتمنى من الله عز وجل ان انا اكون افدتكم ولو بمعلومه صغيره تكون نورت عندكم حته جديده في تفكيركم. لو لكم اي تعليق او في موضوع معين حابين ان احنا نتكلم مع بعض فيه يبقى اكتبوا لي في الكومنت. وشكرا جدا ليكم. دمتم بخير.